سمعنا عن عيل كان ماشي كده عادي وطلع عليه كلب من كلاب الشارع، فالعيل خاف فجري من الكلب فاتزحلق فوقع في حاجه شبه دي بالظبط كده من سنه، سنه ونص. بجد شكرا يا وليد انك اثرت الموضوع ده. انا عايشه في دبي بقالي فتره، وفي منطقه تقريبا كلها مباني جديده، فتعالوا اوريكم بيعملوا ايه في الموضوع اللي زي ده. هو ده شكل المبنى. مفيش مبنى بيطلع الا لما بيكون متصور بالشكل ده، بساق حوالين المكان بالكامل. انا دايما ضد اننا نكون بنمجد في الدول التانية ونسيب بلدنا، لكن انا مع جدا اننا نشوف هم افضل مننا في ايه ونعمله. وعلى فكرة ده قانون المباني هنا، يعني مش الاشخاص من نفسهم بينفذوا ده، فكل حاجة بالقانون بتتنفذ، واللي بيخالف ده اللي هو حد قدر يخالف اصلا بيدفع مبلغ محترم جدا. وطبعا ده بيحمي الناس من اذية المباني الجديدة واللي طالت ناس كتير جدا للأسف عندنا، زي اللي كان بيقع عليهم حاجات من البنا وهم ماشيين في امان الله وتوفوا للأسف، او ان اي حد يقع في الحفر اللي بتبقى في كل مكان بسبب ان المكان مش متصور. حتى الصاج اللي متصور بيه المكان ده بيخلي شكل المكان جميل وبيحسسك بالامان. مفيش مبنى واحد هتلاقيه هنا مش عامل كده، حتى ده مسجد بيتبني وبرضه نفس الحال. المهم بقى وملخص الموضوع ده كله اننا نقدر نعمل ده كويس جدا، لكن المشكله دايما في اننا ما بنستثمرش في السيفتي واننا نحمي الناس من انها تتاذي. نرجو ان في يوم من الايام نلاقي الاهتمام بالموضوعات اللي شبه دي في كل الدول العربيه، مش في مصر بس. وشكرا ليكم.